أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق ومع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى قوله: وأولا للذات إن فيها اندرج فانصبه أو لعارض إذا خرج. الكليات 5 دون انتقاص: جنس وفصل عارض نوع وخاص. نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفا. نحمده جل على العام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مختفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله دم الحجا، يأخذ من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصول قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق، يرقى به سماع علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. الخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة صحيحة جوازه لكمل صريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسيم، الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع في تأملي، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصيل ادعى بقول شريح
تبتهل وما لتازق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام انبعاث نلتزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن المفردة وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه جزئي وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج والكليات 5 دون انتقاج جنس وفاصل عرض نوع وخاص وأول 3 بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. نعم. نعم اقرأ. اقرأ لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وقوله أو لعارض أي انصب الأول لعارض. نعم انصب الأول لعارض. نعم. إذا خرج عن الذات فلم يكن جزءا لها بل كان خاصة كالضاحك للإنسان أو كان عرضا عاما كالماشي له فانسبه لعارض بأن تقول كلي عرضي ونسبة على غير قياس. واضح يا جماعة؟ تكلمنا فيما سبق عن الكلي الذاتي. الكلي الذاتي هو ما كان داخلا في الماهية يعني في حقيقة الشيء كالجنس. الجنس داخل في حقيقة الإنسان اللي هو الحيوان، والناطق اللي هو الفصل داخل في حقيقة الإنسان. واضح؟ الآن الحيوان يسمى كلي ذاتي والناطق يسمى كلي ذاتي لأنه داخل في الماهية في حقيقة الإنسان، داخل في حقيقة الإنسان. أما الكلي العرضي هو الذي يكون خارجا عن الماهية، خارج ليس جزءا منها، لا خارج عنها. فهمنا يا جماعة؟ لا يكون جزء من الماهية، لا يكون خارج عنها، إما يكون خاص بها إما يكون خاصا بها كالناطق بالنسبة للإنسان أو الضاحك عفوا كالضاحك بالنسبة للإنسان، هذا خاص بالإنسان لا يتعدى إلى غيره. أو يكون عرض عام خاصا به وبغيره كالماشي بالنسبة للإنسان. مفهوم كلام؟ فهذا اسمه الكلي العرضي. الكلي العرضي لأنه خارج عن الماهية، ليس جزءا من الماهية، ليس جزءا من حقيقة الشيء. كالضاحك بأن كان خاصا بالماهية خاص بها أو كان خاص بها وبغيرها. الخاص بها كالضاحك، الخاص بها وبغيرها كالماشي بالنسبة للإنسان. هذا اسمه ماذا؟ كلي عرضي. كلي عرضي. ذاك الشيخنا قال وقوله أو لعارض أي أنصب الأول لعارض إذا خرج عن الذات أهو فلم يكن جزءا لها، لم يكن جزءا لها بل كان خاصة يعني خاصا بالذات. قال كالضاحك للإنسان فإن الضاحك خاص بالإنسان
هذا يوجد شيء آخر يضحك؟ لا، خاص بالإنسان الضحك، مثل النهيق خاص بالحمار، الصهيل خاص بالفرس، الزئير خاص بالأسد، وهكذا. هذه اسمها الخاصة. مفهوم؟ كالضاحك للإنسان. أو كان عرضا عاما. العرض العام هو الذي يشترك فيه الإنسان وغيره، كالماشي له. هنا الهاء ترجع للإنسان، كالماشي للإنسان، كالماشي له يعني كالماشي للإنسان. فإن المشي هذا عرض عام، الإنسان يمشي، والفرس يمشي، والحمار يمشي، والقط يمشي، والذئب يمشي، والثعلب يمشي، والنحل يمشي، وغير ذلك. هذا اسمه العرض العام، ما كان خاص بالماهية وبغيرها. مفهوم يا جماعة؟ كالماشي له، كالماشي بالنسبة للإنسان، فإنه عرض عام ليس خاص، عام. فإن هذا يسمى كلي عرضي. فالماشي يسمى كلي عرضي، والضاحك يسمى كلي عرضي للإنسان بالنسبة للإنسان. فهمنا هذا الكلام؟ هذا. فالآن الكلي العرضي هو الخارج عن الماهية، الخاص بها أو الخاص بها وبغيرها، يسمى كلي عرضي. نعم. قال فانسبه لعارض بأن تقول كلي عرضي، كلي عرضي. والنسبة على غير قياس. نعم، النسبة على غير قياس، لأن القياس هنا عارضي، عارضي، هذا هو القياس فيها. القياس أن نقول كلي عارضي، لا نقول كلي عرضي. فهمنا الكلام؟ هذا لأنه عارض فهو عارضي، هذا هو القياس. لكن إذا قلنا عرضي هذا على النسبة على غير قياس، على غير قياس. القياس هو عارضي، هذا هو القياس. فهمنا هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا هو. نعم. وعلم أن ما كان جزء الماهية جنسا أو فصلا فهو كلي ذاتي. نعم، ما كان جزء الماهية جنسا كان أو فصلا يسمى كلي ذاتي، كلي ذاتي، لأنه جزء من الماهية. أن الجنس يكون جزء من الماهية، والفصل يكون جزء من الماهية. نعم. وما كان خارجا عنها خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرض. أيوة. وما كان خارجا عن الماهية سواء كان خاصا بها أو كان عرضا عاما خاصا بها وبغيرها فيسمى الكلي والعرض. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا. وقضية ذلك خروج النوع كالإنسان. نعم، يخرج النوع كالإنسان عن الذات والعرضي. نعم، يخرج النوع. فالنوع لا هو كلي ذاتي ولا هو كلي عرضي، وإنما النوع هو عبارة عن تمام الماهية. النوع عبارة عن تمام الماهية كما سيقول الشيخ هنا. نعم. فيكون واسطة بينهما، وهو أحد أقوال الثلاثة. نعم، يوجد أقوال ثلاثة في النوع سيذكرها الشيخ هنا. القول الأول أن النوع لا يدخل تحت كلي الذاتي ولا يدخل تحت كلي العرضي، وإنما هو عبارة عن تمام الماهية، عبارة عن تمام الماهية. وقضية ذلك خروج النوع كالإنسان. ماذا يخرج عن ماذا؟ يخرج عن الذاتي والعرضي، فلا هو ذاتي ولا هو عرضي. فهمنا يا جماعة الخير؟ وإنما هو عبارة عن تمام الماهية، عبارة عن تمام الماهية كلها، هذا يسموه النوع. كالإنسان فإنه كلي
وهو عبارة عن تمام الماهية، تمام ماهية الآدمي كما قال الشيخ، تمام ماهية الآدمي. فهمنا الكلام هذا؟ هذا قال وقضية ذلك خروج النوع كالإنسان، خروج النوع كالإنسان عن الذاتي والعرض، لا يدخل تحت الكلي الذاتي ولا يدخل تحت الكلي العرضي، وإنما هو وسط بينهما، وسط بينهما، هو عبارة عن تمام الماهية. نعم، هذا هو القول الأول. نعم. نعم. القول الثاني أن النوع ذاتي، أن النوع يدخل تحت كلي الذاتي. أيوة. وفسر الذاتي بما ليس خارجا عن الماهية، بما لا يكون خارج عن الماهية. فهم جماعة القول الثاني أن النوع يدخل تحت الكلي الذاتي. وكيف فسر الذاتي؟ فسر الذاتي بأنه ما ليس خارجا عن الماهية، هذا هو الذاتي، بأن كان جزءها أو تمامها. واضح؟ إذا فسرنا الذاتي فسرناه بأنه ما ليس خارجا عن الماهية، فيدخل فيه جزءها ويدخل فيه تمامها، فيدخل فيه الجنس ويدخل فيه النوع والفصل. فهمتوا هذا الكلام؟ هذا القول الثاني. القول الثاني يقول بأن النوع يدخل تحت الكلي الذاتي، لكن فسرنا الذاتي بماذا؟ فسرناه بما ليس خارجا عن الماهية، سواء كان جزءها أو كان تمامها، فيدخل فيه الجنس ويدخل فيه الفصل ويدخل فيه النوع تمامها. مفهوم كلام؟ هذا القول الثاني. والقول الثالث أن النوع عرضي، أن النوع عرضي، فسر العرضي بما ليس داخلا فيها، أيوة، بأن كان تمامها أو خارجا عنها. هذا هو القول الثالث، أن النوع عرضي، لكن فسرنا العرضي بماذا؟ ما ليس داخلا في الماهية، ما ليس داخل في الماهية، بأن كان تمامها تمام الماهية أو كان خارجا عنها. فإذا قلنا بأن كان تمام الماهية يدخل فيه النوع، إذا قلنا خارجا عنها يدخل فيه الخاصة ويدخل فيه العرض العام. أنتم معي ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا. فعندنا ثلاث أقوال. القول الأول يقول أن النوع واسطة بين الكل والعرض، واسطة بين الكل والعرض. القول الثاني يقول بأن النوع ذاتي، النوع ذاتي، لكن فسرنا الذاتي بما هو؟ بما ليس خارجا عن الماهية، بأن كان جزء لها أو كان تمامها. فإذا كان جزءا لها فإما الجنس وإما فصل، وإن كان تمامها فهو النوع، فيدخل النوع في الذات. القول الثالث أن النوع عرضي، أن النوع عرضي، على أننا فسرنا العرضي بماذا؟ ما ليس داخلا في الماهية، ليس داخل فيها، بأن كان تمامها فيدخل النوع، أو خارجا عنها يدخل ماذا؟ الخاصة والعرض العام. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ هذا أقوال ثلاثة في النوع، أقوال ثلاثة في النوع. قول يقول أنه واسطة بين الكلي والعرضي، وقول يقول أنه ذاتي، وقول يقول أنه عرضي. مفهوم؟ هذا النوع عبارة عن تمام الماهية. نعم، مفهوم يا جماعة؟ في حد لم يفهم هذا؟ ثلاث أقوال في النوع، ثلاث أقوال في النوع. واضح؟ إما هو واسطة بين الكلي والعرضي، وإما أن النوع ذاتي، وإما بأن النوع عرضي. ثلاث أقوال على حسب التفسير. نعم. نعم. والكليات بتخفيف الياء. قال الشيخ هنا تحت كالإنسان، اقرأ معي في الحاشية. قال كالإنسان فإنه كلي
وهو تمام لماهية الآدمي. هو النوع عبارة عن تمام الماهية، يدل على الماهية كلها، لا يدل على الجزء فقط، لا، يدل على تمام الماهية، فهذا اسمه النوع. النوع، فهمتوا يا جماعة الخير؟ هذا هو النوع. النوع يدل على تمام الماهية. نعم. نعم. والكليات قال والكليات 5 دون انتقاص، جنس وفاص عرض نوع وخاص. نعم. والكليات بتخفيف الياء للضرورة. نعم، كليات بتخفيف الياء للضرورة. واضح؟ والكليات بتخفيف الياء للضرورة. نعم. جمع كلي. نعم. 5 دون انتقاص. نعم. أي من غير نقص. نعم. أي ولا زيادة. أيضا الكليات 5 فقط. لماذا 5؟ الذي ذكرناه، لأن الكلي إما هو تمام الماهية فهو النوع، وإما هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها فهو الجنس، وإما هو جزء الماهية الخاص بها فهو الفصل، وإما هو جزء الماهية الخارج عنها، وإما هو كلي خارج عنها خاص بها، وإما كلي خارج عن الماهية خاص بها وبغيرها. فالآن انحصرت الكليات في 5. فهمنا جماعة الخير؟ هذا هو الانحصار، لأن إما الكلي إما تمام الماهية فهو النوع، إما جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها هو الجنس، إما جزء الماهية الصادق عليها فقط هو الفصل، إما الكلي الخارج عنها الخاص بها فهو الخاصة أو العرض الخاص، وإما الكلي خارج عن الماهية خاص بها وبغيرها فهو العرض العام. الآن لا تخرج الكليات عن 5. مفهوم؟ دون انتقاص، دون نقص ولا زيادة. نعم. أولها جنس. واضح؟ اقرأ معي تحت في الحاشية. قال قوله والكليات إلى آخره، هذا شروع في الكلام على الكليات 5 التي هي مبادئ التصورات، وأحد مقاصد هذا الفن 4، والأبواب السابقة إنما هي مذكورة بطريق التبع كما قلنا، هي مباحث الألفاظ وكذا، هذا داخل بالتبع، لأن قلنا الكليات 5 تحتاج إلى الألفاظ والدلالات، لذلك أتى بها الشيخ، وليست مقصودة لذاتها بل لتوقف هذه الأبواب عليها، لتوقف الكليات 5 عليها، فذكر مباحث الألفاظ وغير ذلك. فهمنا؟ فالآن كليات 5 هي مبادئ التصورات. وما هي مقاصد التصورات؟ تعريف هو المقصد. وما هي مبادئ التصديقات؟ قضايا وأحكامها. وما هي مقاصد التصديقات؟ القياس بأنواعه. هذا هما. فعلم المنطق ينحصر في هذه 4: تصورات، مبادئ ومقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات 5، ومقاصدها هي التعاريف. لأنك إذا أتقنت الكليات 5 عرفت النوع، وعرفت الجنس، وعرفت الفصل، وعرفت العرض العام، وعرفت العرض الخاص، تستطيع أن تعرف الإنسان بالجنس القريب، وتعرفه بالفصل القريب، فتقول الإنسان حيوان ناطق. صحيح ولا لا؟ كذلك تستطيع تعرف الحمار بالجنس القريب وبفصل القريب، تقول حيوان ناهق. الفرس حيوان صاهل، وهكذا. فالكليات 5 إذا أتقنتها تستطيع أن تعرف أي شيء، تعرفه تعريفا صحيحا دقيقا. لذلك مبادئ التصورات هي الكليات 5.
ومقاصده هي التعريف، لأنك إذا أتقنت الكليات الخمس تستطيع أن تعرف أي شيء. مفهوم؟ ومبادئ التصديقات هي القضايا، معرفة القضايا الصغرى الكبرى، شروط إلى غير ذلك. بعدما تتقن القضايا بأنواعها وبأحكامها، العكس والتناقض وكل شيء، بعد ذلك يأتي المقاصد. ما هي المقاصد؟ القياس بأنواعه، قياس اقتراني، قياس مركب، قياس بسيط، قياس استثنائي، وهكذا. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا هما المنطق ينحصر في هذه الأربعة مباحث. نعم. أولها جنس، وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. هذا هو جماعة الجنس. ما هو؟ عبارة عن كلي، وعرفنا الكلي. لا تأتي الآن تسأل ما هو الكلي، تعرفنا ما لا يمنع من تصور معناه وقوع الشركة فيه، عرفنا الكلي. قال الجنس هو الكلي المقول على كثير، المقول على كثيرين، أفراد كثيرين، لكن مختلفين في الحقيقة، مختلفين في الحقيقة، لكن يجمعهم ماذا؟ يجمعهم هذا الجنس في جواب ما هو. الآن الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. مثل ماذا؟ حيوان. حيوان كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، لأن الحيوان ماذا يدخل تحته؟ الإنسان، زيد، فرس، حمار، ذئب، القط، ثعلب، نحل، نمل، وزيد. هذا الأفراد متحدين في الحقيقة ولا مختلفين؟ مختلفين في الحقيقة، كل واحد له حقيقة تخصه. هذا معنى كلي مقول على كثيرين، أفراد كثيرة لكن مختلفين في الحقيقة، كل واحد منهم له حقيقة تخصه. لكن في جواب ما هو تسأل عنه بما هو. الجنس تسأل عنه بما هو في جواب ما هو. فهمنا يا جماعة خير؟ في جواب ما هو. كالحيوان، فتقول مثلا والفرس والحمار في جواب قول القائل ما الإنسان. إذا قال لك واحد ما هو الإنسان، تقول هو الحيوان. ما الفرس؟ هو الحيوان. ما الحمار؟ هو الحيوان، وهكذا. فالجنس تسأل عنه بماذا؟ ما هو. ما الفرس؟ ما الإنسان؟ ما الحمار؟ ما القط؟ ما الذئب؟ وهكذا. فتقول ماذا؟ حيوان. فهمنا؟ هذا اسمه ماذا؟ الجنس. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. احفظ هذه التعاريف، احفظها. قال في جواب ما هو كالحيوان فإنه يقال على الإنسان والفرس والحمار ويصدق عليها في جواب قول القائل ما الإنسان والفرس والحمار، فيقال في الجواب حيوان. هذا هنا يا جماعة خير. هذا ما النمل؟ حيوان. ما النحل؟ حيوان. كل هذه جنس. فالآن هذا هو الضابط في جواب ما هو. مفهوم؟ هذا هنا. اقرأ معي تحت في الحاشية ماذا قال. قال قوله وهو الكلي إلى آخره هذا جنس في التعريف شامل لكل كلي. قوله المقول أي المحمول بمعنى الصالح لأن يحمل لتحقيق الماهية. وقوله مختلف في الحقيقة خرج به الفصل والخاصة والنوع. ومعنى الاختلاف في الحقيقة أن تكون حقيقة هذا غير حقيقة الآخر كما قلنا.
وقوله في جواب ما هو أي في جواب سؤال صورته ما هو مخرج للعرض العام، لأن العرض العام لا يسأل عنه، لأنه لا يقع في جواب أصلا. العرض العام لا يسأل عنه أصلا. واضح؟ نعم. فانطبق التعريف على المعرف. قال ويصدق عليها عطف تفسير على قوله يقال ويصدق عليها، إشارة إلى أن المراد بالقول الصدق والحمل. هذا هو مراد بالقول، يقال معناه يصدق. واضح؟ زيد. وإن شئت قلت في تعريف الجنس كما تريد. وإن شئت قلت نعم. وإن شئت قلت في تعريف الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. هذا. وإن شئت قلت في تعريف الجنس ماذا؟ هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. مثل ماذا؟ مثل الحيوان. الحيوان هو جزء الماهية، جزء ماهية الإنسان، صادق عليها وصادق على غيرها. فهمنا؟ هذا هو. وإن شئت قلت في تعريف الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. كالحيوان فإنه جزء ماهية الإنسان وهو يصدق عليها وعلى غيرها، يصدق على الإنسان حيوان ويصدق على غيره من الحيوانات الأخرى. فهم كلام؟ أو هذا تعريف للجنس، هو جزء الماهية الصادق عليها، صادق على الماهية وعلى غيرها من الماهية الأخرى. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. نعم. قال هنا قوله جزء الماهية، هذا جنس في التعريف خرج عنه النوع، لأن النوع ليس جنس، والخاصة والعرض العام، لأن كل هذا ليس جزء للماهية، لأن النوع قلنا هو تمام الماهية، والخاصة قلنا خارج عن الماهية ليس جزء الماهية، والعرض العام قلنا خارج عن الماهية ليس جزء الماهية. واضح؟ خرج عنه النوع والخاصة والعرض العام. قال الصادق عليها وعلى غيرها يخرج به الفصل، لأن الفصل صادق على الماهية فقط، الفصل صادق على الماهية فقط، كالناطق بالنسبة للإنسان يصدق على الإنسان فقط. فقول الشيخ صادق عليها وعلى غيرها يخرج الفصل. فهمنا؟ فلم يبقى من الكليات إلا الجنس الذي هو المعرف، فانطبق التعريف عليه. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. زيد. وثانيها فصل وهو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو. نعم. الثاني فصل وهو جزء الماهية الصادق عليها فقط، صادق عليها فقط في جواب أي شيء هو. أي شيء هو المميز لها عن غيره، المميز لها عن غيرها، المميز لها عن غيرها كالناطق بالنسبة للإنسان. هذا هو الفصل. الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها فقط، مثل الناطق بالنسبة للإنسان. الناطق هو جزء الماهية ولا لا؟ هو جزء الماهية، هو جزء الماهية صادق عليها فقط. الناطق هذا يصدق على الإنسان فقط، لا يدخل غيره من الحيوانات أنه ناطق. هل الفرس ناطق؟ هل الحمار ناطق؟ هل البغل ناطق؟ هل القط ناطق؟ لا. النطق اللي هو بمعنى النطق المتعارف عليه هذا خاص بالإنسان فقط، هذا اسمه الفصل. مفهوم؟ لكن في جواب ماذا؟ أي شيء هو، في جواب أي شيء هو، أي شيء الإنسان، ماذا تقول؟ الناطق. أي شيء الإنسان تقول هو الناطق. أي شيء الحمار الناهق. أي شيء الفرس الصاهل، وهكذا. فهمنا الكلام؟ هذا هو في جواب أي شيء هو. نعم.
المميز لها عن غيرها، لأن الفصل هذا يفصلها عن غيرها. لأنك إذا قلت هكذا الإنسان حيوان يدخل معه ماذا؟ كل الحيوانات. لكن إذا قلت ناطق، هذا الناطق يفصل الإنسان عن غيره من الحيوانات، هذا هو يفصل، خلاص بقي الإنسان فقط. فالناطق هذا يفصل الإنسان عن غيره من الحيوانات فيسمى فصل، ويميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. هذا معنى المميز لها عن غيرها. فهمنا؟ كالناطق بالنسبة للإنسان، فهنا كالناهق بالنسبة للحمار، كالصاهل بالنسبة للحصان، وهكذا. زيد. وثالثها عرض عام. نعم، العرض العام. نعم. وهو الكلي الخارجي عن الماهية. الآن خارج عن الماهية، ليس جزءا منها، خارج عن الماهية. نعم. الصادق عليها وعلى غيرها. نعم، يصدق عليها وعلى غيرها. كالماشي. الماشي الآن، هل المشي جزء من الإنسان؟ لا، لكن صادق عليه وعلى غيره من الحيوانات. يصدق على الإنسان أنه يمشي، ويصدق على الحيوانات الأخرى أنها تمشي. فالعرض العام هو الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيره، ولا يوجد له سؤال، لا يقع في الجواب. بكل العرض العام لا يقع في الجواب. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا هو كلي خارج عن الماهية صادق عليها وعلى غيرها. عفوا، في الفصل سنتكلم إن شاء الله أن الفصل ينقسم إلى فصل قريب وفصل بعيد، سيأتي كذلك إن شاء الله. فصل قريب، فصل بعيد. نعم. كالماشي بالنسبة للإنسان. كالماشي بالنسبة للإنسان. فالماشي عرض عام بالنسبة للإنسان. لماذا؟ لأن الماشي خارج عن الماهية، ليس جزءا منها، وصادق عليها، صادق على الإنسان، وصادق على غيره من الحيوانات أنه ماشي. صحيح؟ هذا اسمه ماذا؟ العرض العام. نعم. اقرأ معي في الحاشية تحت. قال: ولا يقع العرض العام في الجواب. أكمل فوق. ولا يقع العرض العام في الجواب. العرض العام لا يقع في الجواب. واضح؟ نعم. ولا يقع العرض العام في الجواب، ليس مثل الفصل والجنس. نعم. اقرأ معي تحت في الحاشية. قال قوله: وهو جزء الماهية جنس في التعريف شامل الفصل الذي هو المعرف وللجنس، وخرج عنه الخاصة والعرض العام والنوع. كل هذا ليس جزء ماهية يا جماعة على ما تقدم. قوله في جواب أي شيء هو مخرج للجنس، فانطبق التعريف على المعرف وباقي القيود لتحقيق الماهية. بمجرد ما قلنا في جواب أي شيء يخرج الجنس، لأن الجنس في جواب ما هو هذا. قال: المميز لا توكيد لما قبله، لأنه لازم له ما دام صادق عليها فقط فهو مميز لها، فهذا توكيد لازم، وفيه إشارة لمناسبة التسمية بهذا الاسم. نعم. قوله عام أي فالمصنف قد حذف هذا النعت لاشتهاره، والشهرة تكفي. لم يقل عرض، لم يقل عام، لا، قال عرض فقط، لأن العرض مشهور بأنه عام، فالشهرة تكفي، لذلك لم يذكره. نعم. قال: أين نحن؟ عرض عام. قال: ثالث الكلي هذا جنس في التعريف الخارج عن الماهية، خلاص مخرج للجنس لأن الجنس داخل في الماهية، والفصل داخل في الماهية، والنوع كذلك هو تمام الماهية على ما عرفت. قوله الصادق عليها وعلى غيره مخرج للخاصة، لأن الخاصة خاصة بالماهية فقط، لأن لا تصدق على غير ما هي مختصة به، وإلا لم تكن خاصة. مفهوم الكلام هذا؟
سهل وواضح جدا. نعم. زيد. ورابعها نوع وهو الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. هذا هو. كالإنسان فإنه يصدق على زيد وعمرو وبكر. واضح يا جماعة؟ هذا هو. ورابعها نوع وهو الكلي المقول على كثيرين لكن متحدين، يعني متفقين، متحدين في الحقيقة، حقيقتهم واحدة في جواب ما هو كذلك مثل الجنس في جواب ما هو، لكن المختلف بين الجنس والجنس والنوع في ماذا؟ أن الجنس مختلفين في الحقيقة والنوع متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. فالآن النوع هو كلي لا داخل في الماهية ولا خارج عن الماهية. قال الشيخ كلي فهم مقول على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين لكن متحدين في الحقيقة، في جواب ما هو. كلي مقول على كثير متحدين في الحقيقة، مثل ماذا؟ مثل الإنسان نوع. لماذا؟ لأنه يصدق على كثيرين، زيد وعمر وبكر وخالد وأسامة ومحمد وسفيان وغير ذلك. واضح؟ هذا الأفراد الكثيرة متحدين في الحقيقة ولا لا؟ متحدين في الحقيقة، كل واحد منهم حقيقتهم مثل حقيقة هذا. حيوانيا ناطقية، واضح كلام؟ فالإنسان نوع. لماذا؟ لأنه تحته أفراد متحدين في الحقيقة، حقائقهم كلها واحدة. في جواب ما هو؟ تقول ما زيد؟ تقول إنسان. ما عمر؟ إنسان. ما بكر؟ إنسان. ما خالد؟ إنسان. وهكذا. فهم؟ هذا معنى كلام الشيخ. في جواب ما هو؟ قال كالإنسان فإنه يصدق على زيد وعمر وبكر فيقع جوابا عنها في مثل قولك ما زيد وعمر وبكر فيقال في الجواب إنسان. فمن الكلام هذا. فالإنسان نوع يسمى نوع. نعم. فيقع جوابا عنها في مثل قولك ما زيد وعمر وبكر فيقال في الجواب إنسان. فيقال إنسان. نعم. فهمنا يا جماعة؟ فالإنسان نوع. نعم. قال تحت في الحاشية قال ورابعه نوع. قال الكلي جنس في التعريف. قوله متحدين مخرج للجنس لأن الجنس مختلفين كما قلنا. والعرض العام. وقوله في جواب ما هو مخرج للفصل لأن الفصل في أي شيء هو. والخاصة مخرج للخاصة. واضح؟ فانطبق التعريف على المعرف. نعم. زيد. وخامسها خاص أي خاصة. نعم. وحذفت التاء للضرورة. نعم. حذفت التاء للضرورة. أيوة. نعم. وهو الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها كالضاحك للإنسان. هذا هو جمع.
فالآن الخاصة أو الخاص ما هو؟ هو الكلي الخارج عن الماهية، الكلي الخارج عن الماهية لكن خاص بها، خاص بها هي فقط، لا يتعدى إلى غيرها، كالضاحك بالنسبة للإنسان. هذا الضحك خاص بالإنسان، الضحك خاص بالإنسان، فالضاحك يسمى خاصة وخاص. فالضاحك كلي خارج عن الماهية خاص بها، خارج عن الماهية خاص بها. نعم، واضح يا جماعة؟ قال تحت هنا فحذفت التاء للضرورة أي لأجل الترخيم في غير النداء ضرورة. قال ابن مالك ولاضطرار رخموا دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد. نعم. ويجب أيضا تخفيف الصاد ككل مشدد وقع في آخر الأبيات. واعلم أن هذا في كل من جزئيه حرف زائد على وزن الرجز، وزيادة حرف في الآخر تسمى في العروض تذييلا أو تسبيغا. ولم يذكر الخزرجي ولا شراحه المشهورة أن ذلك يدخل هذا البحر فانظره البلاغي. قوله وهو الكلي جنس في التعريف. قوله الخارج عن الماهية خرج به الجنس لأنه، والفصل لأنهما جزء الماهية، والنوع لأنه كما قلنا تمام الماهية على ما سبق. قوله الخاص بها مخرج للعرض العام لأن العرض العام ليس خاصا بها، فانطبق التعريف على المعرف. ولم يذكر أن هذا الكلي يقع في جواب سؤال، والواقع أنه يقع في جواب سؤال أي شيء هو كذلك. والحاصل أن الذي يسأل عنه بما هو شيئان: الفصل والخاصة. الفصل والخاصة يسأل عنه بما هو، بما هو. الآن الخاصة هنا يسأل عنها بما هو. هنا الشيخ لم يذكر بما يسأل عنها، لكن البلاقي رحمه الله قال يسأل عن الخاصة بسؤال ما هو. ما هو الإنسان؟ هو الضاحك. ولا تقول هو ما الضاحك مثلا، ما الإنسان؟ هو الضاحك. ما الإنسان؟ هو الضاحك مثلا. مفهوم؟ لذلك الشيخ قال ولم يذكر أن هذا الكلية يقع في جواب سؤال. صحيح؟ قال لك والواقع أنه يقع في جواب سؤال أي شيء هو. مفهوم؟ والحاصل أن الذي يسأل عنه بما هو شيئان أيضا: الفصل والخاصة. وأن العرض العام لا يقع في جواب سؤال أصلا. واضح؟ أما الجنس بماذا يسأل عنه؟ الجنس ما هو؟ الجنس ما هو؟ والفصل أي شيء هو. صحيح؟ والخاصة ما هو؟ والخاصة ما هو. فالآن الفصل والخاصة يسأل عنه بما هو، بما هو. أما الجنس يسأل عنه بماذا؟ الشيخ كيف قال هنا هكذا؟ والحاصل أن الذي يسأل عنه بما هو شيئان أيضا: الفصل والخاصة. الآن الفصل يسأل عنه بأي شيء هو. صحيح؟ لا، ليس خطأ، ممكن كذلك يعني. أيضا لأن الشيخ قال شيئان أيضا. المهم الجنس يسأل عنه بما هو، والفصل يسأل عنه بأي شيء هو، أي شيء هو. والخاصة يسأل عنها بما هو. هذوما الثلاث. أما العرض العام قلنا لا يسأل عنه، لا يقع في جواب أصلا. واضح كلام؟ هذا هو. نعم، هذا هو. نعم. نعم.
وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. وأول أي الجنس ثلاثة بلا شطط أي بلا زيادة. نعم، الشطط هو الزيادة، الشطط بمعنى الزيادة. نعم. جنس قريب وهو ما لا جنس تحته بل تحته الأنواع. نعم. كالحيوان فإنه لا جنس تحته وإنما تحته الأنواع كالإنسان والفرس ونحوهما. هذا هو. فالآن انظر الآن الجنس القريب. الجنس القريب هو الذي لا جنس تحته، لا جنس تحته بل تحته الأنواع مثل الحيوان. هذا جنس قريب للإنسان، جنس قريب للإنسان، لا يوجد تحته أجناس، تحته أنواع، تحته إنسان، تحته فرس وغير ذلك. تحته ماذا؟ الأنواع. هذا معنى كلمة جنس قريب وهو ما لا جنس تحته بل تحته الأنواع كالحيوان فإنه لا جنس تحته وإنما تحته الأنواع. فهمنا الكلام؟ هذا هو الجنس القريب. الجنس القريب هو الذي لا جنس تحته، لا جنس تحته بل تحته الأنواع، بل تحته الأنواع. نعم. فهمنا؟ هذا هو. عندك جنس بعيد، جنس بعيد نتكلم عن جنس وسط وجنس بعيد. ما هو الجنس البعيد؟ البعيد ما لا جنس فوقه، ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس مثل الجوهر. البعيد مثل الجوهر. البعيد ما هو؟ ما لا جنس فوقه، خلاص هو آخر الأجناس، لكن تحته أجناس. تحته ماذا؟ مثلا الجسم، ماذا كذلك؟ نامي مثلا، الحيوان، لكن لا يوجد فوقه، هو آخر جنس، هو الآخر. هذا هو البعيد. جنس بعيد وهو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس كالجوهر، لا يوجد فوقه جنس، خلاص هو الآخر، لكن تحته أجناس، تحته الجسم والنامي والحيوان. فهمت هذا الكلام؟ الجنس الوسط هو وسط، فوقه أجناس وتحته أجناس، يسمى وسط مثل الجسم. الوسط يعني فوقه أجناس وتحته أجناس كالجسم، فوقه مثلا جوهر وتحته مثلا نامي مثلا والولد. فمن يا جماعة الخير ولا لا؟ هذا اسمها، هذه تقسيمات للجنس. الجنس قريب وهو ما لا جنس تحته بل تحته أنواع. فوقه أجناس ولا لا؟ الجنس القريب فوقه أجناس، نعم فوقه. الجنس القريب هو ما لا تحته جنس بل تحته أنواع، مثل الحيوان جنس قريب لا يوجد تحته أجناس، لا يوجد تحته أنواع، إنسان، فرس، حمار، بغر، قط إلى غيره، أنواع. وإن كان فوقه أجناس، فوقه أجناس. الجنس الوسط هو ما فوقه جنس وتحته جنس. الجنس البعيد هو ما لا فوقه جنس وتحته أجناس، ما لا فوقه جنس وتحته
أجناس. سهل جدا. فهمتم هذا يا جماعة؟ نعم، اقرأ لنا الآن. أو جنس بعيد وهو ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس كالجوهر، فالجوهر لا يوجد فوقه جنس، لكن تحته أجناس كثيرة، تحته الجسم، تحته النامي، تحته الحيوان. هذا هو. أو جنس وسط أي متوسط، وهو ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسم، فوقه الجوهر وتحته النامي والحيوان. فهم؟ نعم. أو جنس وسط أي متوسط وهو ما فوقه جنس وتحته جنس. نعم. كالجسم. نعم. فإن فوقه الجوهر وتحته الحيوان أو النامي أو المتحرك إلى غير ذلك. فهمنا جماعة؟ قال اقرأ معي تحت في الحاشية. قوله جنس قريب ويسمى السافل أيضا. قوله أو جنس بعيد، تقديم البعيد على الوسط في الذكر لأجل النظم فقط، وإلا فالوسط مقدم، لكن لأجل النظم قدم ماذا؟ البعيد على الوسط لأجل النظم، وإن كان اللائق في الأجناس تصاعد، ويسمى الجنس البعيد العالي وجنس الأجناس. ولم يذكر المصنف الجنس المنفرد الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس. هذا لا يوجد. اسمه الجنس المنفرد، هذا ليس فوقه جنس وليس تحته جنس ولا تحته، لعدم الظفر له بمثال متفق عليه. هذا. وإن مثل له بعضهم بالعقل، بعض العلماء مثل له بالعقل. العقل جنس ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. نعم. خاتمة. هذا هو الذي قلت لكم. ينقسم الفصل أيضا إلى قسمين: قريب وهو ما يميز الشيء عما يشاركه في جنسه القريب، كالناطق بالنسبة للإنسان، هذا قريب الذي أخذناه، فإنه يميز عما يشاركه في الحيوان. وبعيد وهو ما يميز الشيء عما يشارك في جنسه البعيد، كحساس بالنسبة للإنسان. لو قلنا هكذا: الإنسان حيوان حساس، حساس، هذه حساس، فصل بعيد، فصل بعيد. لماذا فصل بعيد؟ يدخل معه غيره، يدخل معه الحمار والبغل والحصان وغيره، كل هذا يحس، هذا فصل بعيد، فصل بعيد. نعم. قال: كحساس بالنسبة للإنسان، فإنه يميزه عما يشاركه في الجسم، في الجسم. واضح؟ هذا. وينقسم العرض العام إلى قسمين أيضا: مفارق، عرض عام مفارق كالمتنفس بالفعل بالنسبة إلى الإنسان، وغير مفارق كالمتنفس بالقوة بالنسبة إليه أيضا، فإنه لازم له غير مفارق. كذا العرض العام ينقسم إلى مفارق وغير مفارق. المفارق كالمتنفس بالفعل، هذا مفارق، لأن الإنسان ليس متنفس في كل آن وفي كل حين وآن، لا. أما المتنفس بالقوة هذا غير مفارق، أن كل إنسان صالح للتنفس بالقوة. فهمنا؟ وكذلك ينقسم النوع إلى قسمين: حقيقي وهو الذي سبق بيانه، وإضافي وهو الكلي المقول على كثيرين مطلقا المندرج تحت جنس، فبين الحقيقي والإضافي عموم من وجه يجتمعان. هذا نأخذه في الحصة القادمة إن شاء الله. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.